الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. أخي وأختي في الله، إن أول ما فرض الله علينا في الإسلام كانت الصلاة، فهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أيها الأحبة، إن رمضان فرصة صادقة لمن أراد التغيير، وليس مكانا ومرتعا للكسالى وسكنا لزيادة السيئات. إنه فرصة لكل نفس ضيعت الصلاة وحرمت أجرها وثوابها بأن تلحق بأفواج المصلين في مساجد تزينت للصائمين. فإما أن تخرج من رمضان وقد تصالحت مع جميع عباداتك وأولها الصلاة، وإما ستخرج منه مفلسا. أيها الأخ الحبيب، إن العمر يمر سريعا، فنتناسى الذنوب لتبقى في طي النسيان، ولكن رحمة ربك أعظم بنا، فتأتي الصلاة لتنقي القلب والصحيفة من ذنوب فعلناها وغفلنا عنها، ولكن الله لم يغفل ولم يرد لنا أن نقابله بها. فال5 صلوات تكفر لنا ما مضى، هذا في الشهور العادية، فكيف بها مضاعفة في شهر رمضان؟ لنجعلها لحظة نستشعر فيها مكاننا بعد الموت ويوم الحساب، ولنتخيل وقوفنا بين يدي رب العباد. والله إن الجسد يقشعر ويشحب الوجه من هول ما فرطنا من ترك صلوات ونوافل لأجل ما لا يضر ولا ينفع، ولكننا الآن نتنفس وفي خير حال، فلنعقد النية ونصحح أخطاء ما مضى، وليكن رمضان هذا العام قيامنا وصلاتنا إيمانا واحتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.